مستمرين معكم في صباحك بلد متابعينا الكرام فيما يتعلق في الموضوع اللي طرحنا يعني قبل دقائق مع ست عروب جملة حول الحب بعد الزواج، وقبله يعني هناك مشاركة عبر الخط الهاتفي حول هذا الموضوع. صباح الخير. تمارا، يسعد صباحك. صباح الفل. بدي احكي انا عن موضوع الحب قبل الزواج وبعد الزواج وعن موضوع الحب بشكل عام. طب حابة تعرفنا بحضرتك ولا لا؟ كيف؟ حابة تعرفنا بحضرتك ولا مواطن؟ اكيد تفضل. اكيد. طبعا بحكي معك محمد لحلوح او المهندس محمد لحلوح. طبعا انا بدي احكي نقطة كثير مهمة. انت في يوم من الايام كتبتي عني وكتبتي اني او لقبتيني بلقب اسمه مهندس الفرح، تمام؟ فهذا اللقب صار الناس يذكروني فيه في كل مكان. طبعا انا بدي اوضح شغله كثير مهمه، انه بدي اقول لك انه اذا تسمحي لي اني اهندس فرحي وعرسي معك. انا بحبك وبحترمك وبقدرك ورافع راسي فيكي قدام كل الناس. انا بدي اياكي على سنه الله ورسوله، وبدي اشهد كل اللي سامعينا واشهد ربي انه انا بحبك وبدي اياكي على سنه الله ورسوله. تمام معاي؟ كلهم حسوا علي في حب بعيني، بدي كل الناس تقول اللي بحبها هي. انا نطلع على الاذاعه واحكي عنك شي ساعه، خبر قصتنا للناس حقيقه مش اشاعه، ولاصرخ على الميكروفون حبك والله بحبك ويسمعني 100 مليون. طب احكي موافقه ولا لا؟ موافقة. حبك والله بحبك او يسمعني 100 مليون، انا والله طالب قربك او يسمعني 100 مليون، انا والله طالب قربك. مستمعينا، يعني بهاي الفرحة اسمحوا لنا ان احنا نبارك لزميلتنا الرائعة بنت إذاعة صوت النجاح تمارا حبيبة، والفرحة يعني عن جد مش واسعتنا بهالمفاجأة اللي كتير حلوة من السيد محمد اللحلوح. احنا بنبارك لهم أحلى عرسان، ألف ألف مبروك، مفاجأة جدا جميلة، واحنا بنتمنى لكم حياة سعيدة يا ربي، الرفاه والبنين. ما بعرف إذا بتحب تحكي كلمة سيد محمد قبل ما ننهي هذا اللقاء. أول شيء الله يبارك فيكم وشكرا للجميع وشكرا لإذاعة صوت النجاح على التعاون هذا. طبعا أنا مش عارف شو أحكي. بدي أحكي بس شغلة واحدة، إنه أنا بحب هاي الصبية وبدي إياها على سنة الله ورسوله، والله يخلي لي إياها هلأ وبعدين وطول العمر، وإن شاء الله الله يقدرني وإني أسعدها وأحطها بعيوني. وبدي أحكي شغلة واحدة، عادة أنا بعمل هذا الإشي بكون صاحب الفكرة وبكون الضحية شخص تاني، بس هلأ شعرت في حجم التوتر لما يكون هو الشخص انه يكون هو صاحب بالضبط صاحب المفاجأة. تمارا بتحب تحكي شيء؟ اكيد مش قادرة. انا مش عارفة ايش بدي احكي. مبسوطة. شكرا على التخطيط اللي يعني انا لهلا مش مستوعبة نهائيا، انه مش قادرة مش رح احكي شيء. تنسي هذا بروبوزل للزواج، مش رح تنسيه طول عمرك، وعن جد يعني احنا بنشكر محمد انه على هاي الخطوه اللي ابدا ابدا ما رح تنسيها ولا حتى اي حدا بطاقم اذاعه النجاح. واحنا بنحكي دائما للحب ان شاء الله انه يستمر ويكون هيك نهايته تتويج بالزواج، والف مبروك لكم احلى عروسين. الله يسعدك. الله يبارك فيك. شكرا. مستمعينا، بهيك احنا بننهي هالفرحه ونتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده وموفقه للجميع، والى اللقاء.